فيتشرز فعلا مش هتلاقيها الا في كيبوردات ب 4-5000 جنيه. الصراحه كنت متحمس جدا وانا بجرب الكيبورد ده عشان في فيتشرز فعلا هي حلوه بالنسبه للسعر بتاعها. ما تنسوش برضو ان في جيف اواي، هتلاقوا اللينك بتاعها في الاي اللي فوق او اللي تحت، او خشوا على الشانل وشوفوا الفيديوهات اللي فاتت وشوفوا كمان الفيديو بتاع الجيف اواي، ولازم تشتركوا فيه عشان الجائزه بتاعته حلوه قوي. فبدون مقدمات كتير خلينا نقسم الريفيو الى اجزاء ونبدا باول حاجه الا وهي الانبوكسنج. الاي 26 ميكانيكال جيمنج كيبورد. الانبوكسنج بتاعها هيكون مختلف شويه عشان خاطر دي من افضل الكيبوردات اللي موجوده عند تكنوسوفت، وده يرجع لكذا سبب، مش عشان هي كبيره، مش عشان هي ضخمه، مش عشان هي فيها فيتشرز كتير، ولكن هي ديسنت، هي خاماتها بريميوم جدا. هي الار جي بي بتاعها فول ادريسبل. يعني ايه؟ يعني انا مثلا مش الصف ده احمر والصف ده اخضر والصف ده لا، ده كله يقدر ان هو ينور كل الالوان اللي موجوده، ودي حاجه لذيذه جدا جدا.